السلام عليكم، مرحبا بكم معنا اليوم في قناة مأكولات شهية. كيف ما كتشوفوا معنا كيف العادة فيديو جديد. اليوم غادي نحضروا معكم واحد الطبق ديال اللحم الغنمي بالبرقوق واللوز اللي كيجي رائع وكيستحق تجربة. غير جربوه غادي ينال اعجابكم، وخليكم مع المقادير والطريقة. غادي نبداو بسم الله على بركة الله. كيف ما كتشوفوا معنا عندنا واحد تقريبا 2 كيلو ديال اللحم ديال الغنمي. دابا غادي نحطوهم في الكوكوط كيف ما شفتوا. وهنايا غادي نحتاجو واحد 4 ديال البصلات، جوج بصلات بيضين وجوج بصلات حمرين، ولا على حساب المتوفر قطعناهم كيف ما شفتوا، شلضناهم مربعات صغيره. وكذلك لهنا غادي نحتاجو واحد 5 الفصوص ديال الثومه اللي حكيناها. وهنايا غادي ندير الملحه على حسب الذوق. كذلك غادي نحتاجو ما يقارب واحد نصف ملعقه ديال القزبر يابس، وكذلك واحد المعلقه نص معلقه كذلك ديال الابزار او الفلفل الاسود، وكذلك واحد المعلقه مع مراج ديال الخرقوم معرق او الكركم، وكذلك واحد المعلقه مع مراج كذلك ديال السكنجبير او الزنجبيل. ولهنا ضفت كذلك واحد دويمه ديال الزعفران، وضفت كذلك واحد 4 المعالق كبار ديال زيت المائدة او زيت الطبخ. لهنا ما قويتش الزيت حيت اصلا الغنمي مشحم فيه شحمه. وغادي نضيف واحد راس معلقه ديال السمن الحر. وهنايا ضفت كذلك القليل من القزبر والمعدنوس. بعد ما حطيته على نار ضفت ليه واحد نصف لتر ديال الماء مغلي جيدا، وغادي نسد عليه الكوكوط. هنايا خديت ما يقارب واحد 4 ديال البرقوق، وغادي نحطها تسلق في الماء. من بعد ما تسلق لينا جيدا كنضيف عليها القرفه والسكر حتى تعسل لينا. كيف ما شفتوا معنا لهنا اللحم ديالنا بعد ما طاب نخليوه غير يتشرب لينا واحد شويه ويعقد لينا داك المرق. وبعد ما طاب لينا اللحم وقدمناه في طبق التقديم. كنحطوا اللحم في الوسط وكنبداو نديروا هذاك المرق على الجوانب. وكذلك بعد ما تعسل لينا هذاك البرقوق تماما كنحطوه حتى هو فوق اللحم. صافي ولهنا كنزينوا هذاك البرقوق بالسمسم او زنجلان الابيض. وكذلك كنحطوا هذاك اللوز مقلي في الزيت، مسلوق ومفسخ ومقلي في الزيت. وهذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديال اليوم. اللحم بالبرقوق واللوز كيجي رائع وغايه في الروعه. غير جربوه راه كيجي زوين مذاقا وشكلا ما كتسخاوش تشبعوا منه. وخليتكم على خير ونتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله، وبالصحه والراحه، والسلام عليكم.